السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. تعالوا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. شوفوا البط بتاعنا الحلو ده رجدناه ازاي. طبعا البط أول ما بتبيض أول بيضة لآخر بيضة بتسيبيها مكانها، لو بيضة على التراب. بس أهم حاجة ما يكونش فيه معاها طيور فراخ أو بط تاني ياما، يعني غير البطة اللي بتبيض أو الذكر اللي معاه، مش أكتر من كده. طبعا هي باضت هي وزميلتي، بس زميلتها لسه بتبيض، ما خلصتش بيض ولا صوت. اخر بيضة وفي العنجود بتسوي، وبتعرفي كده ان هي خلاص هترجد، وبتنها كنا على البيض بتاعها. نقوم شايلين البيض بتاعها ده وحاطين لها شوية جش او تبني او نشارة خشب لو ما عندكيش اي حاجة من دي، بس تكون ناعمة. دي اهم حاجة. والمكان طبعا يكون حابك، ما يكونش فيه فئران ولا طيور، زي انا ما بقولك الطيور هي اللي بتقلق البطة من على البيض. وطبعا الاكل يكون عيش ناشف او دشيش او عليقة زي ما انت حابة تحط لها. والمية شايفين هي كلت يا دوب مدت بوسها في البرام الحبة الصغيرين دول، في برام صغير كده يكون قديم عندي. تكين وبتنكت ريش وبتقوم راكدة، بس اهم حاجة تكوني عاملة فرشة ناشفة تحتها، ما تكونش الارضية مرطبة. بتقومي لما بيضها مضعمها بيضة وحيشاها شوية وحطلها بتاع السرسة او الجش او نشارة الخشب الموجود عندك، زي ما انتوا شايفين كده. هي بقى بتقوم بيضة باخر بيضة ونكتة ريش عليه، ريش الناعم الصغير بتاعها دي، وكن عليه 32 يوم او 33 يوم بالظبط بتطلع البط. ما بتقلش عن كده. وفي بط ممكن يكون يطلع 30 يوم، لكن انا معاه ده بطي 32 33 يوم بالظبط البيض يطلع تحته، طلع البط تحته. بتحسبي لها اليوم اللي رقدت فيه، وتكوني حايشة لو معاها الذكر بتحشيه بتطلعيه برا وتسيبيها ترقد لوحدها في المكان. معاها بط تاني بيرقد برضو زيها، كل واحدة عارفة مكانها وبتخش على بيتها وبتبقى كنة ما بتروحش للتاني ولا يقلقوا بعض. وإن شاء الله ربنا يرزقنا ويرزقكم معانا بإذن الله. طب ده أنا عاملة لهم دور تاني عشان اللي مش حابة الأولاني تطلع في الدور التاني. باب صغير زي دي كده سلك او خشبة، بس المهم يكون فيها تهوية. اي حاجة المهم يكون فيها تهوية، متكتميش على البطارك ما بتطلع العفرة دومت بس في المكان، مخيلة في المكان. ما بتطلع بنقوم حاطينها كده وساندينها بقالب طوب او بحتة خشبة من بره نحبكه على البط. ما بتطلع اول يوم بتسيبيه من الصبح وما تحطلوش اكل لتاني يوم. وده احلى ترجيد بط. عاوزه رب بط بلدي ترجديه في مكان هادي لوحده ما فيهوش طيور، لان ياما من حبايبي قالوا البط بيقلق من على البيض وما بيطلعهوش، ولو حطيتي ميه ياما بيعك نفسه و... ويكتم البيض يبوظ منك. تنسوش لو وصلتوا معايا لغايه هنا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. ديت البطه والذكر زميلتي اللي هيبيض لسه بطلعهم بره ياكلوا الصبح وتخش اخر النار تبيض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.